طب ليه التيك توك ما حظرش المحتوى؟ طب هي تبع مين؟ ماسونية؟ مش ماسونية؟ طب هل هي بتخوف الأطفال؟ بتنصح الأطفال؟ كل دي أسئلة كتير هنجاوب عليها في حلقة النهاردة. حلقة مهمة ومرعبة جدا، حلقة التيك توكر المرعبة. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو مش متابعني تابعني عشان أي حاجة جديدة أعملها توصل لك. أنا حاتم الطحان في صفر، ويلا بينا نبدأ الحلقة. بتاريخ 22/5 سنة 23 بتبتدي صفحة بيفيكي تنزل سلسلة حلقات اسمها نوت يور نورمال كيدز شو، وترجمة الجملة دي مش عرض للأطفال الطبيعيين، يعني من الآخر كده العرض ده أو الشو دوت مش موجه لأي طفل من الأطفال اللي موجودين خالص، وزي ما بيقولوا كده دي أول القصيدة كفر. ويا ريت تركزوا معايا في كل كلمة بتتقال أو هتتقال في الفيديو بتاع النهاردة. لما بنيجي نخش على سلسلة الحلقات اللي نزل منها لحد دلوقتي 12 حلقة على صفحة التيك توك بتاعت بيفيكي، لو ركزنا في التفاصيل بتاعت المسلسل دوت أو المحتوى اللي بتنزله البنت على صفحة التيك توك دوت، هنلاقي إن هدومها ما بتغيرهاش أو الستايل بتاعها ما بيتغيرش. بلوزة لونها اسود منقطة بنقط بيضة، ولابسة طاقية وجوانتي احمر. وكمان الاغرب من كده ان هي رسمة على وشها ماسك المهرج او البلياتشو اللي 3/4 الاطفال بيخافوا منه. ده كمان الاطفال اللي بتخاف من ماسكات البلياتشو في بعض منهم بيوصل معاهم الموضوع لفوبيا، وكمان الفوبيا دي ما بتفضلش مش موجودة، لا دي بتفضل موجودة معاهم لحد حتى كمان ما يكبروا. بس الغريبة في الموضوع او في البرنامج اللي بيتقدم دوت ان اول ما الحلقة بتبتدي على طول البنت بتنزل جملة كبيرة جدا بالبونت العريض، وكانت جملة مكتوب فيها seriously kids don't watch it، والترجمة بتاعتها جديا يا ريت الاطفال ما يتفرجوش على المحتوى دوت. في الحلقة الاولى بتظهر البنت متنكرة بوش البلياتشو وباللبس اللي لابساه زي ما قلنا قبل كده، وفي اول حلقة بتتعرف على الناس وبترحب بيهم بطريقة شيك جدا. بعدها بيخش راجل ضخم وكبير جدا اسمه تيلمان، معاه تليفون بيرن، فهي بتاخد منه السماعة بتاعة التليفون وبتشكره على اساس ان هو وصل لها التليفون، وعلى طول بترفع السماعة وبترد. بتسمع صوت واحد بيقول لها انت ما قفلتيش الشبابيك كلها كويس، ولو سمحت افتحي لي الباب. البنت بتبان ان هي متفاجئة وخايفة من صوت الشخص اللي بيتكلم او من المكالمة عموما، وبتقول له الرقم غلط وعلى طول بتقفل المكالمة في وشه. بعديها على طول البنت بتظهر في مشهد مرعب جدا وبتقول بصوت واطي don't open the door for the strangers، يعني ما تفتحوش الباب لاي حد غريب. وفي اخر الفيديو بتظهر على الشاشه جمله بتقول بليز كونتاكت اس if you see the tall man، يعني رجاء لو شفت الراجل الضخم الكبير اللي ظاهر معاه في الفيديو ده بعد اذنك تواصل معانا. نيجي بقى للحلقه الثانيه، ان البنت فيها بتظهر بشكلها الطبيعي جدا كانها بتتفرج على الحلقه الاولى اللي كانت منزلها، وركزت مع التعليقات على تعليق لشخص كان كاتب فيه you can't stop me for opening the door for the strangers، يعني انت مش هتقدر تمنعيني ان انا افتح الباب لاي شخص غريب. وبتظهر في الشوط الثاني وهي قاعده اكنها بتحط ميك اب او بتسرح شعرها او بتعمل مكياج لنفسها، وفجاه يجي من تحت عقب الباب يعدي من تحتيه كارت كده ويخش لها، وفجاه وجهت نظرها ناحيه الباب لقت الباب بيخبط بقوه شديده جدا وكأن حد كان عايز يكسر الباب. لما قامت وراحت شافت الكارت او الورقه اللي عدت من تحت الباب لقت مكتوب فيها let the tillman in، يعني خلي الراجل الطويل او الضخم اللي كان ظاهر معاه كده يخش. ومره واحده بتتفاجئ بيه وهو واقف ناحيه الشباك وبيخبط، وفي مشهد مرعب على طول يظهر ذا تيلمان وكأن البنت بتحاول تستخبى منه. وبعدها تخلص الحلقه الثانيه وتظهر جمله بالبونت العريض don't let the tillman in، يعني من الاخر ما تخليش الراجل الطويل ده يخش تاني. الحقيقه بقى هنا ان لو في اطفال صغيره اتفرجت على النوعيه دي من الفيديوهات ممكن فعلا على المدى البعيد يجي لها حالات نفسيه او يتعقدوا من شيء ما. ده غير انها في نهايه الحلقه الاولى او قبل ما الحلقه الاولى تخلص كده حست ان هي جعانه، فدخلت المطبخ عشان تدور على حاجه تاكلها، فلقت طبق عنب فجابته عشان تاكله. والجزء من الثانيه لو انت مركز في الفيديو هتلاقي ان الطبق اتحول من عنب لصراصير، وهي ابتدت تاكل بطريقه مرعبه ووحشيه جدا. الغريبه كمان هنا في الموضوع ان المحتوى بتاع البنت ده في الاول كان محتوى عادي جدا ما كانش فيه اي حاجه، قبل ما يتحول لمحتوى بالطريقه دي، محتوى مش مفهوم وغير طبيعي. يعني البنت دي محتوى في الاول كان كوميكس كده على الناس او معاناه الناس اللي بتصحى من النوم وما بتقدرش تتعامل مع يومها الا لما تشرب القهوه بتاعتها. وللعلم يا جماعه الفيديو بتاع الميمز بتاع القهوه ومعاناه الناس اللي ما بتعرفش تتعامل في يومها الا لما تشرب القهوه اللي انا لسه قايل لكم عليه ده، قبل ما تحول محتواها للحاجات المرعبه ديت، الفيديو ده نزل على التيك توك بتاريخ 2/4، يعني قبل التحول للمحتوى بتاعها دوت بحوالي شهر. الاغرب بقى من كده، الاغرب من كده ان محتواها القديم والحاجات اللي كانت بتعملها كده كانت بتجيب لها ريتش وكانت بتجيب لها مشاهدات وحاجات كتير عاليه. يعني
تغييرها للمحتوى ده مش عشان الريتش، اكيد في حاجه غلط. بالنسبه للسبب بقى احنا هنعرفه قدام، هنعرف ازاي او ليه البنت دي تعمل فيديوهات ومحتوى بالشكل ده. الفيديوهات فعلا كانت مرعبه وكانت خطيره جدا. يعني مثلا في الحلقه الثالثه كانت داخله الحمام عشان تغسل هدومها، بعدها يظهر لها شخص غريب في الضلمه وبيقول لها طفي النور، انا بحب الضلمه، والشخص ده بيطمنها وبيقول لها اهدي انت مش هتشوفيني وانت طافيه النور. حرفيا المشهد ده من كتر ما هو كان مرعب بالنسبه لشخص بالغ لا يخوف شخص بالغ. تخيل انا كلامي على شخص بالغ، شخص مثلا قدي او في سني او اكبر مني، شخص عاقل وكبير بيتفرج ممكن يخاف يخش الحمام لوحده، بالك بقى الفيديوهات دي لو وقعت تحت ايد طفل ممكن يحصل له ايه. بعدها على طول في مشهد عبثي بتظهر وكأنها اتأخرت والساعة جت 8 فبتودع الشمس عشان تخش تنام. العجيب ان الشمس كان شكلها يخوف او مرعب شوية، او مش شكل الشمس اللي الاطفال متعودة عليه في الكرتون اللي بيتفرجوا عليه، شمس لونها جميل ومشرق مبتسم وسعيدة. في نهاية الفيديو دوت بتظهر جملة في الاخر: توقف عن مشاهدة هذا قبل فوات الاوان. طب يعني احنا نتفرج ولا ما نتفرجش؟ انت لحد دلوقتي مش عارف هي بتعمل كده ليه. في بعض من الناس شافت ان الكلام اللي بتطلعه في اواخر الفيديوهات ده مجرد دعاية عن المحتوى بتاعها، بس برضو هي اصلا ما كانتش محتاجة دعاية عشان تيجي لها ريتش، بس هي بتعمل كده ليه؟ ده اللي احنا هنعرفه قدام. في الجزء الرابع بقى او الحلقة الرابعة بتبتدي تظهر علامات للماسونية في الفيديوهات بتاعت البنت ديت. الفيديو بيبدأ ان البنت مدانة ظهرها، وبعد كده بيظهر من شعرها عين واحدة بس، لكن العين دي ممسوحة والعين دي بترمز للأعور الدجال. وبعدها بتظهر وهي متفاجئة ان احنا بنتفرج عليها بدري، وبعد كده بتأكد ان احنا لازم نيجي في ميعادنا المظبوط عشان نتفرج عليها في الوقت المحدد. وبعدها بتبتدي الحلقة وبتظهر وهي بتشرب الشاي، بعد كده بتدي الشاي للراجل الطويل معاه اللي اسمه تول مان. الراجل ده انا حاسس ان وجوده في الفيديوهات ديت وراه قصة او وراه حاجة، او زي ما تقول رسالة عايز يوجهها، بس انت مش عارف ايه هي. بس احنا مع الوقت ومع فرجة الفيديوهات هنقدر نعرف الراجل ده بيوجه ايه. بعدها على طول بيظهر التول مان وهو بيحاول يخنقها، وفي مشهد غريب بتورينا هي بتحب تزرع ايه، وفجأة بتخرج ايد شخص ميت من التربة اللي كان فيها الزرع. وفي اخر الفيديو فضلت تكرر جملة You can always trust me، انت دايما لازم تثق فيا. بس بالنسبة لي اكتر حلقة مرعبة في سلسلة الحلقات دي الحلقة رقم 5، لان فيها تفاصيل وحاجات مرعبة قوية جدا. اول حاجة هتلفت نظرك في الحلقة 5 الكابشن اللي كاتباه تحت الفيديو، وعشان تقدر تقرا صح لازم تحطه قدام مراية. الجملة دي كانت بتقول لكل شيء معنى. الحلقة كانت عبثية جدا. في اول الحلقة بتظهر وبتحكي هي ليه او ازاي بتخاف من العنكبوت، وبعد كده بيظهر عنكبوت كبير وضخم بشكل غريب وبشكل غير منطقي بالمرة. الغريب بقى ان الصوت المنخفض اللي هتسمعوه في الفيديو، الصوت اللي هتلاقوه خافت شوية دوت، لو ركزنا فيه هنلاقي ان الصوت ده بيقول ساعدوني، انا كنت انسان في يوم من الايام. وكأن البنت هنا بتقول رسالة للناس اللي بتتفرج عليها ان هي محتاجة المساعدة، لان هي في يوم من الايام كانت انسانة عادية زيها زينا، بس في حاجة سيطرت عليها حولتها من شخص عادي الى المهرج. بعدها على طول البنت بتروح تحضر الاكل لمامتها اللي ابتدت بعد كده تجيب سيرتها كتير في الحلقات اللي جاية، وبتقول ان هي هتحضر لمامتها اكل، واكل كان بتقول ان هي بتحب الفراخ. لكن لو شفنا الطبق اللي كانت بتحضر فيه الاكل لمامتها هنلاقي ان الفراخ دي على هيئة ماسك لوش بني ادم. ده كمان لو ركزنا في الشوت هنلاقي ان ايد امها وهي بتمدها على الطبق عشان تاكل كانت ايديها مرعبة جدا. عايز بقى افكركم بحاجة معينة كده، ان اكل لحوم البشر بقى شيء عادي جدا وموجود على الدارك ويب بطريقه عاديه جدا. وعموما مش هنسبق الاحداث، خلينا نكمل ونشوف اخره الحلقات دي ايه. في الحلقه السادسه بتظهر وهي بترحب بينا وهي بتتكلم، فجاه بتطلع من بقها عين بشريه بتاخدها وتروح ترميها بمنتهى البساطه، وبعد كده ترجع تكمل كلامها معاك. واذ فجاه الباب بيخبط وبتروح علشان تفتح الباب، وهي واقفه قدام الباب بتفكر المشاهدين بنصيحه الحلقه الاولى ان احنا ما ينفعش نفتح الباب لاي شخص غريب. البنت بتبص من عين السحريه وبتلاقي المشهد او المنظر اللي انتوا شايفينه دلوقتي، وتيجي في المشهد اللي بعده ماسكه هديه وبتقول ان في شخص بعت لها الهديه دي. اول ما بتفتح الهديه بتتشفط جوه العلبه. بعد كده البنت بتظهر في مشهد تاني وبتنصحنا ان احنا ما نفتحش هدايا مجهوله المصدر لان ممكن يكون فيها شيء خطير. بعدها بتطلع في فيديو تاني بتحذر الناس ان ما حدش يقول لها اسمك ايه. وبعد كده طلعت وهي لابسه تيشيرت وعليه تيكت كده مكتوب عليه اسمها، بس الاسم كانت مظللاه شويه، ولما حاولت تنطق اسمها مجرد ان هو طلع صوت موجات صوتيه بس مش اكتر، وكأن ده اسمها او شفرت على اسمها لما جت تنطقه. ومن هنا بيبان ان اسم البنت ده مجرد سر ما ينفعش المتابعين ولا المشاهدين يعرفوه. في الحلقه السابعه بتظهر بقى كل حاجه على حقيقتها. بتظهر البنت بدون شكل المهرج ووراها ذا تيل مان،
بعد كده ذا تيلمان بيكسر رقبتها، فعلى طول البنت بتتحول لمسخ وبتتحول لشخصيه المهرج تاني، وبتبتدي تقدم محتواها اللي كانت بتطلعه. وده بيدل ان الشخص الطويل اللي وراها ده هو اللي مسيطر عليها، بيعرف يتحكم فيها امتى تكون مهرج وامتى تكون انسان. وبنيجي للحلقه الثامنه والبنت قاعده في مدرسه وراها سبوره، وقالت ان هي هتروح نزهه او حفله شوي، وقالت ان هي تروح تستأذن مامتها قبل ما تخرج، وقالت كمان ان المفروض ان الاطفال يستأذنوا ابهاتهم قبل ما يخرجوا او يروحوا في اي حته. وبتظهر الام في مشهد مرعب جدا وهي قاعده في الضلمه ولابسه حجاب. بعدها على طول البنت بتقول لها ما تقلقيش انا هرجع قريب. بتجيب البنت البوكس اللي هتحط فيه الاكل بتاعها وهي رايحه النزهه، كان فيه فاكهه وخضار واكل وحاجات كتير، وفجاه لجزء من الثانيه بيتحول كل الكلام ده لمخ بشري وامعاء وحاجات كتير بشعه ومخيفه. بعدها البنت بتظهر في مشهد ان هي قاعده في الغابه وبتحذر المتابعين قد ايه الحياه البريه خطيره جدا، والمهم ان انت تخلي بالك وانت في اي نزهه. وراها بتكون في يافطه مكتوب عليها ارقام، هي مش عشوائيه ولا غريبه، هي ارقام بترتيب معين عشان توصل للمتابعين رساله معينه. بيظهر على طول التولمان وبتساله انت جاي عشان ترجعني البيت ولا لا، وفي النهايه بترجع البيت والفيديو بيخلص على كده. في الاخر بتكتشف قد ايه البنت دي مختله وبتوصل رساله غريبه بطرق معينه، او ممكن تكون بتوصل حاجات شيطانيه، زي مثلا الحلقه رقم 10 اللي بتظهر فيها في اوضه النوم وفجاه بتصحى بتقول للمشاهدين من المفترض انكم ما تكونوش هنا. وبعدها بتقعد تتكلم مع المتابعين بطريقه عاديه جدا وبتقول لهم مالكم في ايه، كانكم شفتوا شبح، كانها بتتكلم معاك كانك شخص لسه صاحي من النوم. وكمان بتقول عارف ازاي تتخلص من الاحلام السيئه، وبتقول عشان تتخلص من الاحلام السيئه لازم تروح عند الحوض وتحكي كل حاجه شفتها او كل حاجه حلمت بيها. وبعد كده بيظهر لنا المشهد دوت. وبعد كده البنت بتظهر وبتقول تذكر ان الاحلام لا تؤذيك الا اذا سمحت لها بذلك. وفي نهايه الحلقه بتبتدي البنت تقترح على المتابعين ان هم يسالوها اي سؤال مقابل ان هي هتجاوب عليهم. يعني من الاخر كده يا جماعه بعد كل الكلام ده البنت محتواها او الحاجه اللي بتقدمها غريبه جدا. في ناس كتير قالت ان هي مخطوفه وهي تحت تهديد ومجبره ان هي تقدم الحاجات ديت، وفي ناس تانية بتقول لا. وفي كلام كتير قوي داير على البنت دي ومحتواها اللي على التيك توك دوت. وناس تانية بتقول ان البنت دي تبع جماعة مختلفة ليها سلوك مختلف وبيروجوا من خلالها افكارهم وسلوكهم عبر التيك توك. وفي ناس تانية بتقول عشان الريتش والكلام دوت، بس هي كده كده ما كانتش محتاجة ريتش اصلا. المهم انت قول لنا في الكومنتات ايه رايك في الحلقة وايه اللي انت استنتجته من اللي البنت بتعمله. ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتعمل سبسكرايب عشان اي حاجة جديدة انزلها توصل لك على طول. كان معاكم حاتم الطحان في صفر، كل شيء ولا شيء.